تاجر الكلام. انا جنبك، انا جنبك يا كمال. عمري ما هسيبك ابدا يا حبيبي، عمري. الحمد لله على سلامتك. انت هنا من امتى؟ من شويه. طب ليه بتبعد ايدك عن ايدي؟ جاد عارف انك هنا، يبقى لازم تمشي دلوقتي قبل ما حد يشوفك. طب وفي ايه لو حد شافني؟ ده ممكن يعمل لك مشاكل. مش مهم اي حاجه في الدنيا، المهم ان انا عايزه اطمن عليك. انا بقيت كويس الحمد لله. طيب ممكن اقعد معاك شويه تاني؟ انت مش عايزني افضل جنبك وما سيبكش ابدا؟ مش انت قلت كده؟ انا قلت كده؟ انت قلت كده وقلت اكتر من كده بكتير. قلت ايه تاني؟ ارجوك يا لقاء، انا قلت ايه تاني؟ قلت اللي كان نفسي اسمعه منك، اللي كنت حاسه بيه من بدري قوي. اكيد كنت بخاطرف وانا نايم. ما تهتميش بالكلام ده. مش مهم الكلام، المهم احساسي انا بيك واحساسك بيا، اللي واثقه ان هو صح حتى لو ما قلتش بلسانك. ممكن تمشي دلوقتي عشان خاطري؟ حاضر. هو حضرتك والدة كمال؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، يا قمرة انت، يا قمرة يا حاجة، ازاي حضرتك؟ ازيك يا بنتي؟ ان شاء الله ان شاء الله كمال هيقوم بالسلامة، انا قلبي حاسس. ربنا كبير يا بنتي، ادعي له. ولا مؤاخذة حضرتك مين؟ انا زميلته في الشغل. يعني اسم حضرتك ايه؟ اسمي أميرة يا أميرة الكون يا قمرة يا قمرة. أنا سمعت إن حضرتك بس لوحدك معاه، هو مفيش حد بيزوره هنا ولا إيه؟ زملاته يا بنتي ما يعرفوش، بس اخواته بيجوا، والحاج جاب قريبنا راجل طيب، ربنا يديله على قد نيته. طب حضرتك مش محتاجاني أعمل لك أي حاجة؟ تشكري يا بنتي، تعيشي. طب لو احتجتي حاجة أنا هبقى أعدي عليكي. خلاص؟ كتر خيرك يا بنتي. مع السلامة. العب لحد ما تتعب يا لقاء. افهم بقى، ما جبتوش من التجار غير 1.5 مليون. هنعمل ايه بس يا حاج؟ ما هو في ازمه سيوله مش علينا لوحدينا، بتاع السوق كله. سوق ايه وخيبه ايه؟ بقول لك ايه، البضاعه اللي جايه دي مفيش حاجه تنزل منها غير للتاجر اللي يدفع كاش. ازاي يا حاج؟ ما هو في تجار احنا لينا نظام معاهم من زمان. لما تقول حاجه بس صوتك ده. الو، اهلا 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 مدام لقاء، يا مرحبا. ثانيه واحده. لا ابدا، اصل انا كان حد معايا شويه عملاء رمه كده فخلصت منهم. ثانيه واحده، في دبانه قرفاني. ثانيه واحده. نعم، في ايه؟ عايزك في موضوع حد. انا مش عايزك في اي موضوع، خلص، مفيش مواضيع بينا. طب انا هقول لك على الموضوع بس بعد ما هقعد واخلص. بقول لك ايه، مش عايز اسمع منك حاجه، والموضوع ده انساه خالص، خلص بالنسبه لي، مش هسمعه. اتفضل. وبعدين يلا تعال تصدر لي، امشي اطلع بره، اطلع. ايوه، اهلا اهلا اهلا.
بجد الحراره اللي انا حاسسها في التليفون خلت صوابعي خلاص ما يعني هتولع. الحمد لله على سلامتك يا اخويا. الله يسلمك يا وحيد. الف حمد وشكر ان ربنا نجاك منهم. من على الظالم. ما قلتليش يا حاج عملوا ايه في التحقيق؟ المحامي اما جه زارك بلغني ان القضيه لسه شغاله. مش هتعرف تاخد منهم حاجه، دول شياطين. مهما عمل وحيد انا لا يمكن اسيب حق امي. اول حاجه اعملها بعد ما اخرج من هنا ان اجيب اخر الموضوع ده. ولا انت ايه رايك يا وحيد؟ انا معاك في اي حاجه. وانت يا حاج فردوس ايه رايك؟ أنا عايزاك يا حبيبي تنتبه لنفسك وتسمع كل الكلام اللي قالك أخوك عليه. دول معجونين في الشر، إذا كان سيد ولا يوسف. شارب كل طباعه. وفي ظرف 3 أشهر فلوسك هترجع لك وفوقيهم الربح 50%. الله الله الله. على كل حال يا ست انت ما تعرفنيش كويس. انا في البيزنس بالذات احب اكون رسمي. يعني المحامي بتاعي هيقعد معاكي وهو اللي هيظبط الورق. اشور يا حاج، نو بروبلم. طيب ماشي. بقول لك ايه؟ الا انت ما فكرتيش تجيبي هدوم من الصين وتضربي التيكت بتاعها؟ نو واي طبعا. انا كل الزباين بتوعي ما بيلبسوش غير براندز، ازاي يعني اضحك عليهم؟ ما يلبسوش غير ايه؟ براندز. الحمد لله. لا ما يصحش طبعا. برافو عليكي. على كل حال انا مش هكلمك في شغلك، انت تعرفيه اكتر مني. سيب لي انت بس نفسك وانت عمرك ما هتندم. طب بالمناسبه بقى انا عندي سؤال كده يا ريت تسمحي لي اقوله لك. اتفضل اسال وقول اللي انت عايزه. يا ترى الحاج جاد هيعرف بالبيزنس اللي بيني وبينك ده؟ طبعا هيعرف بس في الوقت المناسب. طب يا ترى امتى بقى الوقت المناسب؟ لما نتفق يا حاج. هو احنا اتفقنا؟ ده كله كده كلام وبس. بس انت متأكدة ان الحاج جاد هيوافق؟ طبعا هيوافق، ده بيزنس. ولا انت شايف ان احنا بنعمل حاجه غلط؟ اعوذ بالله. وهو انت معقول تعملي حاجة غلط؟ حاج سيد جد واثق فيا قوي. انا كمان والله. وبعدين انت ست الستات، ما حدش في الدنيا دي يقدر يقول لك تلت التلاتة كام. هو حد برضه يقدر يقول لي تلت التلاتة كام وانا قاعده مع الحاج سيد؟ مش ممكن طبعا. يا ترى عملتي ايه انت وامك عند الدكتور؟ تمام. ليه كان عندها ايه يعني؟ مش امي اللي كان عندها. مش امي اللي كان عندها؟ امال امك كان عندها ايه؟ امال مين اللي كان عنده؟ انا اللي كان عندي بس خفت اقلقك عليا يا حبيبي. تقلقيني؟ اعوذ بالله. سلامتك الف سلامه. مالك كان عندك ايه؟ سيسو. نعم يا حياتي. سيسو. ايوه انا بجاوب وهو بيقول لك نعم يا حياتي. بقول لك سيسو. ايه اللي بقول لك سيسو؟ انت عايزه تقولي ايه؟ مش فاهم. سيسو الصغير. يعني انت عايزه تقولي ان انت حامل في واحد سيسو صغير؟ لا اله الا الله. يعني هنا في دلوقتي واحد سيسو؟ بسم الله ما شاء الله. لا اله الا الله. سيسو الصغير. الله الله يخرب بيتك يا سيد. ربنا يهبتك يا سيد. ربنا يوريني فيك يوم يا سيد. ايه ده؟ بتشتم الواد ليه؟ حرام عليك. مش الواد، انا بشتم ابوه. ليه يا راجل؟ ليه ايه؟ ما احنا الحمد لله اهو طلع ان انا لسه هداف. انا لسه سترايكر زي الفل. الله يخرب بيتك يا لؤى. لؤى مين؟ لؤى مين ازاي؟ هو مين اللي قال لؤى؟ انت اللي لسه قايل لؤى حالا. لا انا بقول ان اللؤى نصيب يعني، انما انا تلاقيني قصدي على الولايه لؤى مرات الحاج جاد. وايه اللي فكرك بالوليه لؤى مرات الحاج جاد دلوقتي؟ ما هي الوليه دي بعيد عنك. يوم حضره الوزير قالت لي انت وجاد راحت عليك وخلاص. هو مين ده اللي راحت عليه؟ فشر. فشر اسم الله عليكي. تعالي يا لؤى اسمعي. فشر انا الهداف السترايكر. لما انت فرحان ان انت بقى ليك ابن في علم الغيب، مش كان اولى انك تفرح بابنك الموجود معاك ونفسه يحس بابوتك ليه؟ يا ترى انت اللي صح يا سيد دقاق ولا انا اللي صح؟ عندك حق ما تعترفش بابنك اللي جبته من الست الغلبانه اللي سبتها، ولا ما عندكش؟
تستعر من ابنك عشان مش مثقف زي إيهاب ولا شاطر زي يوسف، ولا تاخده في حضنك وتقربه منك. وحيد يا وحيد، مالك يا ابني قاعد لوحدك كده وسيبنا محكوكين في المطبخ؟ الله، ما بيردش ليه ده؟ وحيد مالك يا ابني، ما ترد عليا. صعبان عليا نفسي أوي يا حاج، لما شفت سيد فرحان بابن الدلال اللي لسه ما جاش، وانا ابنه مش طايق يبص في وشي. معلش يا حبيبي، انا هقول لك كلمه واحده بس، الصبر. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الصبر، وبعدين بكره ده في علم الغيب، محدش عارف ايه اللي هيحصل فيه، وربنا عادل يا حبيبي، ربنا هو العادل، وربنا سبحانه وتعالى مش ممكن هيشوفك كده وانت بتتعذب في حياتك الا لما لازم يعوضك خير. مين؟ أنا جنة. ادخلي يا جنة. ازيك يا ست دلال؟ انت فين يا بت؟ بقالي ساعة قايلة الفردوس اني عايزاكي، رحتي فين؟ انا كنت عند الست والدتك، قالت لي وضبي لي الاوضه، وضبتها لها 4 مرات، شيلي من هنا حطي هنا حطي هنا شيلي هنا لغايه ما وسطي اتقطع. طب معلش. امسكي. تسلمي. وسطك عامل ايه دلوقتي؟ تمام التمام، اموري يا قمر. بصي بقى، عايزاكي تفتحي مخك معايا عشان نبقى سمنه على عسل، هتقفليه هنبقى كبريت على جاز، تختاري ايه؟ حد يكره السمنه والعسل؟ انا من ايدك دي لايدك دي، ده انا غلبانه وعايزه اعيش. شاطره يا بت، هتفهميني. جربيني، ده انا لهلوب. بصي بقى، دبة النمله في الفيلا تيجي تقوليها لي، واي حاجه هسمعها حاجه اقولك عليها على طول. اي حد يطلب منك حاجه تيجي جري تديني خبر. اي حاجه يعني؟ يا بت مش اي حاجه، حد هيطلب كوبايه شاي هتيجي تقولي لي اصحي معايا اماه. ماشي. طب والنظام ده برضو ماشي على الحاج سيد؟ اول واحد في الفيلا هو الحاج سيد. عايزاكي تبقي ناصحه كده وتشوفي شغلك كويس. يلا شوفي اللي وراكي. 5 دقايق والقهوه تبقى عندك. قهوه ايه يا بت؟ انا طلبت قهوه؟ انت غبيه. ما انا هفهم حضرتك اهو. اصل دلوقتي الحاجه فردوس هتسالني الست دلال كانت عايزه ايه، وممكن ما تسالنيش، لكن هتسال روحها لما تلاقيني طالعالك بفنجان القهوه كده بقى هتستريح، يبقى انا ريحت واستريحت. ناصحه يا بت وبتعجبيني. استني. ودي يا ستي 10 جنيه كمان. مبسوطه قوي. انا هعرفكم مين دلال.